وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة طهي الكرشة. انا كنت عامله لكم فيديو قبليه كنت بقول لكم ازاي تفرزوه. انا بقى هوريكم طريقتي فيها، طريقة هتعجبكم جدا وطعم الكرشة هيبقى يجنن. ايه هي المقادير بتاعة الوصفة بتاعتنا؟ الكرشة اللي احنا كنا مفرزينها، عندي فلفلاية حارة جدا. عايزة اقول لكم الوصفة دي ما ينفعش ما تتاكل وهي مش حارة، استحالة، يعني حاجة كده خيال. عندنا توم مهروس بس ده كان فروزن في الفريزر، وعندي معلقة ملح كبيرة، وعندي معلقتين فلفل اسود، وعندي عصير طماطم. اول حاجة الحلة بتاعتي فيها ربع كوباية زيت، هنزل بربع معلقة ثوم ونقلب، بعدين ننزل بالكرشة ونقلب. بعد ما ريحة الثوم طلعت اول مرة هنحط معلقة ثوم مهروس تاني كبيرة ونقلب. الله الريحة، الله. بعد ما ريحة الثوم طلعت كده هننزل بقى بنص معلقة من الفلفل الاسود ونقلب. مش عايزة اوصف لكم الريحة وجمالها. الطريقة دي مش هتخليكم ابدا تبطلوا تعملوا الكرشة بالطريقة دي. هننزل بقى بالفلفل الحار ده اللي طعمه مجنن ونقلب. هننزل بقى اخر حاجة بعصير الطماطم، مش كتير يعني، هنحط مثلا خمس وحدات كده بس من غير ما نحط عليهم مية كتير. نسيبها بقى ايه تستوي كده في الصلصة بتاعتنا اللي طعمها وريحتها هتعجب اي حد. نيجي بقى اخر حاجة خالص هنحط الملح وربع معلقة الفلفل الاسود اللي كانت متبقية معانا، وهنحط ربع معلقة توم، ونديها تقليبة كده وغلوة على النار، ونقلب كده تقليبة واحدة بس. وبكده نكون خلصنا الكرشة اللي اكتر من رائعة. يلا بقى نغرفها. شايفين شكلها عامل ازاي؟ بتتاكل كده يا جماعة. لو جربتوا طريقتي دي عمركم ما هتبطلوا تعملوا الكرشة بالطريقة دي. طعم وريحة ونظافة حاجة كده بجد تجنن. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تعملوا لي لايك، واللي لسه مشتركش في القناة يعمل لي سبسكرايب علشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.